مبارك علينا أيها الإخوة الكرام شهر رمضان المبارك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم يبشر أصحابه بقدومه، فيقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. هكذا أيها الإخوة الكرام كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر العظيم المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الصيام فيه وعلى القيام فيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فصوموا هذا الشهر الكريم حق الصيام وحق القيام لعلكم تتقون أيها الناس.